السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله في الفيديو ده هوريكم إزاي نعمل مبيد حشري قوي لأي حشرات عندنا، سواء نمل أو أي حشرات عندنا في الزرع بسهولة جدا. كل اللي احنا محتاجينه هو مسحوق الصابون السائل، مش مسحوق، لا هو الصابون السائل زي ما انتم شايفين كده. هنحط في العلبة بتاعتنا اهو، مش كتير، كفاية. يفضل ان احنا منكترش قوي عشان ما يضرش النبات، لان كتره غلط. اما لو هنرش لو عندنا مثلا نمل ولا حاجة ولا حشرات فممكن نتقل عادي، لكن تقله برضو ملوش لازمة. وبعد كده بنزوده مية الأول ونقلبه كويس. تمام كده. بعد ما كده جهزنا السائل بتاعنا اهو، بنحطه في العلبة بتاعتنا. تابعونا. جهزنا الرشاشة بتاعتنا اهي، نحط فيها الصابون السائل ونكملها طبعا مية للآخر زي ما انتم شايفين اهو. كملناها مية. السائل ده كويس جدا لو عندنا اي حشرات، وخصوصا المن والبق الدقيقي بنستخدمه له، يقضي عليه تماما. عندنا اهو نمل بيتم رشه. النمل ده اي نمل عندنا هنرشه، واي حشرات عندنا برضو بيتم رشها. ان شاء الله يقضي عليه النهائي. بعد 12 ساعة تشوفوا النتيجة، مش هتلاقوا اي حشرات عندكم. كمان اي شجر عندنا ممكن نرش بيه المبيد بتاعنا، هينضفه ويحافظ عليه. ده شجرة برتقان اهي. اليوسف ايضا اهو معانا هنرشه. كمان لو عندنا اي خضروات ممكن نرش بيها الخضروات المنزلية. اي خضروات معانا مبيد ممتاز. لو ظهر عندنا اي حشرات نرش على طول، ما نستناش. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد. ارخص مبيد حشري ممكن تستخدموه للاشجار والنباتات بتاعتكم. شكرا لمتابعتنا. وفي النهايه متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس دعما لنا. كمان شير للفيديو عشان يوصل للكل والكل يستفيد. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.